بها. وقصر محمد علي بشبرا يعد قيمة معمارية متفردة، إن دلت على شيء فإنما تدل على المكانة التي وصلت إليها مصر في ذلك الزمان. قصر محمد علي هو جزء لا يتجزأ من هذه السياسة الحكيمة التي تعنى بحماية تراث الأمة وبالحفاظ عليه. لقد أبدع المرنمون فعزفوا سيمفونية رائعة في الترميم العلمي الدقيق، فعاد القصر إلى بريقه ورونقه. محمد علي في بناء قصر شبرا في شهر ذي الحجة عام 1223 هجرية 1808 إلى 1809 ميلادية. أشرف على الإنشاء مشيد عمائره ذو الفقار كتخذا، وجاءت عمارة القصر على نمط جديد لم تعرفه مصر، حيث ساعدت المساحة الشاسعة للموقع على اختيار طراز قصور الحدائق، والذي شاع في تركيا على شواطئ البسفور والدردنيل وبحر مرمرة. اختيار موقع قصر الفسقية بمنطقة طبيعية غناء، وزود المبنى بفسقية عظيمة بها من الحيل والنوافير ما يجعلها جنة على الأرض، فتجد تلاحما دقيقا بين الموقع والمبنى. فذكاء اختيار الموقع يكمن في قربه من النيل الذي استغل لتزويد القصر بالمياه، والذي استخدمت له ساقية عصرية تضمن تدفق المياه دوما به. والنيل مصدر نظيف لا ينضب، وماؤه نظيف لا يحتاج لتنقية. في عمارة قصر شبرا الفسقية الجبلية وفي حدائقه يلحظ منذ الوهلة الأولى فلسفة صاحبه في الحكم وإدارة الدولة، التي أراد لها أن تلحق بركب التقدم والمدنية منذ السنوات الأولى لحكمه.
لقد حشد محمد علي من أجل بناء هذا القصر فنانين من إيطاليا وفرنسا واليونان وأرمينيا وتركيا، فضلا عن المعماريين المصريين والحرفيين والفنانين. وكل هؤلاء عملوا من خلال فكر إبداعي متناسق حافظ على الهوية الشرقية الأصيلة، وقدم لنا حوارا ثقافيا وإبداعيا بين حضارات العالم القديم والوسيط والحديث، اتسم بالبلاغة والجمال والتناغم. وهكذا تمر العصور وتبقى القصور شاهدة على الأحداث على مر العصور.